السلام عليكم. ووفقا لمعطيات أولية فإن الضحية وقعت بإقامة الحديقة السكنية بحي مسنانة بطنجة بعد العثور على الطالب الجامعي 19 سنة وهو في السنة الرابعة بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، وهو مذبوح وسط غرفة الشقة التي كان يكتريها بمفرده. ووفقا لما ذكرته مصادر خاصة لامل 360 فإن أسرة الطالب الذي ينحدر من مدينة العرائش هي التي أبلغت بالجريمة حينما قدمت من العرائش لزيارة الضحية والاستفسار عن أسباب عدم رده على اتصال اتها منذ مساء يوم أمس الجمعة. وقد أمرت النيابة العامة بطنجة بالتحقيق العاجل لمعرفة ملابسات وقوع الجريمة التي هزت حي مسنانة بطنجة، حيث حلت عناصر الشرطة العلمية بمكان الحادث وجرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى دوق طوفار بطنجة.